بسم الله الرحمن الرحيم. في فكرة كده كنت نشرتها من فترة في أيام أحداث المجمع العلمي. الفكرة كنت مسميها مجموعة فض الشغب الطائر. فض الشغب الطائر. والمجموعة دي نشرتها والفكرة دي لقت قبول كبير جدا في النشر بس لكن ما لقتش قبول في أي حاجة تانية غير النشر. فأنا هعيد نشرها تاني بصوتي، يمكن الصوت يكون أوضح من الكلام أو هو المتلقي الاستماع بالنسبة لي يبقى أسهل. يعني هي الفكرة كلها بتتلخص إن أنا هيبقى عندي وحدات جوية محمولة جوا، وكل طيارة مثلا هتكلم عن المجموعة الواحدة، كل طيارة هيبقى فيها الآتي: هيبقى فيها مثلا من 2 إلى 4 قناص محترف، وهيبقى فيها وحدة بث تلفزيوني، وهيبقى فيها مكبرات صوت قوية جدا، وهيبقى فيها أجهزة إنذار وتوجيه. هنيجي نتكلم دلوقتي على دور المجموعة وكيفية عملها. لما يكون في مثلا أحداث زي أحداث المجمع العلمي أو أحداث الحرس الجمهوري أو محمد محمود أو إلى آخره، فأنا مطلوب مني كقوات أمنية سواء جيش أو شرطة، هنسميها القوة الأمنية، إن أنا عندي قوات على الأرض. القوات اللي على الأرض دي بتنفذ البنود الكاملة القانونية لفض التظاهرات، 10 أو 12 بند الموجودين، وتخلي آخر بندين اللي هو التعامل بالرصاص تخليها على المجموعة الجوية أو وحدة فض الشغب الطائر. اسلوب عمل وحدة فض الشغب الطائر بقى نفسها، لما تتطور احداث ويبتدي يظهر في صفوف المتظاهرين او العناصر المخربة ديت اكتر من عنصر مخرب او بني ادم شايل سلاح، خرطوش، بندقية، ايا كان، نبتدي الوحدة الجوية دي يبتدي فيها عنصر من فوق يوجه بقلم ليزر او بجهاز ليزر على الفرد اللي شايل سلاح، ويبتدي يوجهه صوتيا ان هو كده انت بتعمل عمل مخالف للقانون، وانا قدامي اقل من دقيقة وهصفيك. ويبتدي القناص يوجه البندقية بتاعته اللي عليها منظار، واللي على المنظار كاميرا صغيرة. الكاميرا الصغيرة دي كاميرا تلفزيونية عالية الجودة جدا، بتقرب لمسافات بعيدة جدا، وعندها قدرة على اكتشاف تفاصيل او تصوير تفاصيل الوجه البشري. يبقى في عملية متزامنة بيوجه ليزر على الفرد اللي شايل سلاح، وفي نفس الوقت القناص بيصور، وفي نفس اللحظة أجهزة البث التلفزيوني بتحصل على ترددات لقنوات المشاهدة بتاعتها واسعة جدا، أو ممكن حتى يتعمل قناة خاصة بالقوات الأمنية بتنشر أعمالهم وتنشر الكلام ده كله، والكلام ده يتنشر على الهواء. في حالة إن العنصر المخرب اللي تحت ده ما استجابش للتحذير الصوتي والتحذير المرئي، ويبتدي القناص يتعامل معاه لايف متصور، عشان ما فيش حد ياخد الكلام ده يتاجر بيه. انت قتلته، قتلته، ما فيش قتلته او عجزته، ايا كان حسب الموقف. يعني انا مش هجيب واحد بحد في طوب او واحد بيولع في مركبة زي واحد شايل سلاح بيقتل في العساكر. قتلته، اتقتل اهو، اتفضل فيديو على الهواء مباشرة، العالم كله شايفه ان الراجل ده هو شايل سلاح. وطالما شايل سلاح يبقى انت خلاص، يبقى انت ما عندكش روحك ملهاش اهمية بالنسبة لي. انت شايل سلاح، يعني عايز تموتني او عايز تحرق بلد، فانا خلاص انا ببتدي اتعامل معاك طبقا للقواعد ومتصورة، عشان ما فيش اي مخلوق ياخدها يلعب في الفيديو او يقول لك ده مش عارف القوات الامنية بتقتلنا واحنا مش عارف بنعمل ايه، او بتقتل من قدام ولا من ورا. لا، ما فيش قدام ولا من ورا، ايه اللي شايل سلاح يتقتل. الفكرة دي اعتقد انها لو طبقت مرة واحدة فقط، الكلام ده هو مش هيتكرر تاني. مفيش حد هيفكر في اي مظاهرة ايا كانت ان هو يشيل سلاح تاني اطلاقا، نهائي. شكرا. نقيب احمد خضر العرايشي.